السلام عليكم. الصعب عدى واللي جاي كله خير، اللي جاي كله انتصارات، اللي جاي كله فخر. والدليل اللي هقول لك عليه النهارده. هقول لك النهارده الشارع الاسرائيلي بيقول علينا ايه، واقول لك كمان اللي بيتذاع في القناه الاسرائيليه الثانيه. يعني الكلام كله موجه للشأن الاسرائيلي مش لينا احنا. ولو لك ده هو ترجمه نصيه للحديث اللي دار بينهم، وبين حين واخر في وسط الكلام هقطع الحديث وهوضح بعض الامور. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه في الشارع الاسرائيلي بيطالب الاداره الاسرائيليه انها تتخذ اجراء حاسم ضد مصر في اللي بيحصل في سيناء. طب ايه اللي مش عاجبهم من اللي بيحصل في سيناء؟ اتفاقيه كامب ديفيد لما اتعملت كانت بتنص ان اللي يكون في سيناء في المنطقه من الثلاث مناطق المتجزئه فيها عناصر من الجيش المصري وباسلحه خفيفه. واللي حصل بعد كده في عهد الرئيس السيسي ان الاتفاقيه دي بنودها اتعدلت، وطبعا ده اثار غضب في الشارع الاسرائيلي. فيا ترى كان ايه رد السياسيين والمحللين العسكريين على الطلبات الشعبيه دي؟ والرد كان للناس اللي بتطالب بتدخل حاسم قدام الاداره المصريه من اتجاه الاسرائيليه على اللي بيحصل في سيناء. اولا دي ارضنا مش ارضهم، يعني احنا حرين نعمل فيها اللي احنا عايزينه. فمش معنى ان كان في حقبه زمنيه معينه ما كناش نقدر نعمل كده ان مش من حقنا ان احنا نعمل كده، لا ده حقنا ودي ارضنا ولازم ندافع عنها، لان هي كانت مرتع للارهاب، كانت مرتع لعمليات تهريب كتير، وكان في سيناريو انها تتاخد مننا اصلا، بس طبعا الاداره المصريه ما سمحتش بكده. فخلينا نشوف من رد المحللين العسكريين على الطلبات دي ايه. اولا كان رد المحللين العسكريين ان ما ينفعش ان احنا نعمل اي عمليات استفزازيه تجاه الجيش المصري لاكثر من سبب. اولا ان قدرات الجيش المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الان اصبحت اقوى من اسرائيل بالكامل، وحط تحت الكامل دي 100,000 خط. رد واحد تاني من الضيوف في نفس البرنامج وهو محلل سياسي قال اتوقع نشوب حرب نوويه بين مصر واسرائيل. طب هنا في سؤال بيطرح نفسه، طب احنا عارفين من زمان ان اسرائيل تملك صواريخ نوويه، يعني اسرائيل قوه نوويه وده مش سر عن العالم كله، بس هل مصر فعلا تملك سلاح نووي؟ ورد ضيف ثالث في نفس البرنامج وقال لا يمكن مواجهه مصر الان، لقد شهدنا رد فعل السيسي على مقتل المصريين في ليبيا، والعمليه دي العالم كله كان بيشهد لها بالنجاح والتفوق، يعني مش محتاجين راي الكيان الصهيوني في ان العمليه دي نجحت او ما نجحتش، هم نفسهم بياكدوا نجاحها. ونكمل. وكان رد فعل عنيف جدا، ونحن نعلم قوه الضربه المصريه لداعش ليبيا، وكانت ضربه قويه جدا، والاقمار الصناعيه الاسرائيليه شهدت الضربه، ولكن مصر لم تعلن للعالم قوه الضربه. ما طبيعي ان احنا ما نعلنش قوه الضرب كانت قد ايه ولا عملنا فيها ايه. وبعدين هو ده مبدا القوه مش محتاج يعلن عن قوته، لكن العالم كله بيشهد بقوته. ونرجع لكلامهم تاني. وفي وصف الضربه لقد اقلعت 120 طائره F-16 لضرب داعش ليبيا بدون علم امريكا. وهنا نقف يا صديقي احتراما لقوه تخطيط الجيش المصري، ان عمليه بالحجم ده تتم وبالنجاح ده وبالصدى العالمي ده كله من غير ما امريكا تعرف، ده في حد ذاته انجاز على المستوى التخطيط وعلى المستوى المخابراتي. ونرجع تاني للحديث الاسرائيلي. فالان يوجد في مصر 5 فرق كوماندوز قويه جدا، والجيش المصري في كل انحاء سيناء، يعني في سيناء بالكامل، على عكس اللي كان منصوص في اتفاقيه كامب ديفيد اللي وقعها الرئيس السادات الله يرحمه. ولا يمكن ان تقوم اسرائيل بعمل اي شيء لاستفزاز مصر، وده نصر تاني ان احنا اخضعنا عدونا بقى يعمل لنا 1000 حساب، لان مصر اصبحت قوه هائله. وكلام زي ده لما يجي على لسان اعدائك الازليين دي شهاده منهم بتفوق العسكري والسياسي. فما يصحش بعد كل ده ان احنا نشكك في ولاء الزعيم بتاعنا. الله يرحم الرئيس السادات كان برضه اعدائه بيحترموه، والرئيس السيسي برضه حتى اعدائه بيحترموه، وده نصر سياسي ما بعده نصر. ونكمل الكلام على لسان القاده الاسرائيليين. واحد تاني منهم قال في نفس البرنامج قدم نصيحه، واني انصح القاده الاسرائيليين بعدم استفزاز مصر، ويجب ان نعمل على تطوير العلاقات بيننا وبين القاهره، يعني بينهم وبين القياده المصريه. فمصر الان غير الامس. فعلا عندهم حق، مصر دلوقتي غير امبارح خالص. وتحيا مصر. هنا بعد شهاده اعدائك ليك بالتفوق لازم تتاكد ان انت بقيت دوله عظمى. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.